استنى ما تقفلش. السلام عليكم. كنت حابب اتكلم عن موضوع جديد انتشر جدا مؤخرا، وهو السفر بالعجل. موضوع عجبني جدا، يعني قررت ان انا اشارك فيه. انا الاول اسمي زياد زين وانا من المحله. الموضوع بعد ما عجبني وقلت يعني اقرر ان انا اسافر. اخدت الاول المسافه لحد طنطا، دي كانت اول مسافه كبيره اخدها تقريبا. وبعد كده اخدت مع واحد صاحبي، رحنا مع بعض المنصورة، ودي تقريبا تالت مسافة اخدها وحابب اشاركها يعني معاكم. وهي كفر الشيخ. يعني لسه تعتبر مسافة صغيرة جدا مقارنة بالمسافات اللي جايز في ناس رحالة وأبطال يعني بيعملوها. بس هي كأول مسافة ليا يعني جايز أبقى مبسوط يعني إن أنا أخدتها. وبإذن الله ناوي إن أنا آخد مسافة لحد اسكندرية بإذن الله المرة الجاية، وده هيبقى في الفيديو الجاي إن شاء الله. نبدأ بقى نشوف الفيديو ده ويا رب يعجبكم يعني. طبعا الطريق الدائري بتاع المحلة ده يعني من أسوأ الطرق اللي ممكن حد يمشي عليها يعني، سواء بقى العربيات اللي بتزن عليك أو المطبات اللي في الطريق أو اللي ماشي معاكس كتير أوي يعني. ده الطريق اللي بيوصل طريق كفر الشيخ، لازم أمشي عليه يعني في البداية. وصلت اهو بداية الطريق كفر الشيخ 25 كيلو. الطريق ده اصلا يعني يعتبر من احسن الطرق اللي بتودي من المحلة لاي حتة. يعني طريق المنصورة حتى مش حلو، طريق طنطا مش حلو، ده يعتبر احسن وانضف طريق يعني. طبعا الجو حر جدا عشان الساعة اصلا داخلة على 4 الا ربع. ان شاء الله ناوي انا اوصل في اقل من ساعة. الهوا جامد جدا وفي الاتجاه المعاكس كمان، حاجة صعبة يعني. لسه 23 كيلو. طبعا بعيدا عن ان الطريق حلو يعني، بس اسوأ حاجة فيه الكباري كتير. هي مش كباري عالية بس طويلة ومتعبة. دخلت اهو هنا البنزينة دي على الطريق، قلت يعني اغسل وشي ودقيقتين كده يعني وامشي. مش راجع خلاص اهو، يعني فاضل 10 كيلو، فاضل 6 كيلو بالظبط. اوصل في الوقت انا ولا لا ولا ايه؟ وصلت اهو الحمد لله كفر الشيخ، داخله قدام اهي. وقفت طبعا اريح 10 دقايق كده ولا حاجه. وصلت بالظبط في ساعه 12 دقيقه بالظبط، 12 دقيقه وشويه. وانا اقول المحله الكبرى 25، ده لسه 25 كيلو بالظبط وارجع المحله، او ارجع الدائري اللي هو 5 كيلو وابقى قدام المحل، حوالي 2 ونص 3 كيلو وابقى في البيت باذن الله يعني. طبعا وانا راجع الهوا معايا، فالدنيا يعني مساعده شويه. النازله بقى بتاعت الكوبري دي الواحد يعني بيبقى عايز يطير، بس ما سواء المحله بالظبط كده 9 كيلو. طبعا فرق الهواء يعني اتجاه الهواء بيفرق جدا، وعدل السرعات بيفرق جدا يعني في الوقت. بس راجع مش قادر برضه. رجعت اهو المحله تاني، وصلت بالظبط في ساعه. مش عارف ازاي الصراحه، بس عشان راجع طول الطريق تقريبا بسمع اغاني وماشي على سرعه منتظمه يعني.
داخل على الطريق الدائري وأنا أروح بقى بإذن الله. وصلت أهو خلاص الحمد لله لآخر الدائري. لسه مقابل حالا 12 كلب، والله 12 كلب أو 13 كده مع بعض يعني. طبعا عديت الناحية التانية من الطريق بعدين رجعت تاني. طبعا كنت مروح تعبان جدا بعد ما خلصت، واخدت بالظبط تقريبا 62 ل 63 كيلو. تعبت جدا عما اخدتهم عشان يعني لسه اول مره اخد المسافه دي، حتى طنطا او المنصوره ما كنتش اخدت المسافه دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا شير، ومتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. السلام عليكم.